طبعا سمعنا الحادث المؤسف النهارده اللي حصل على الحدود المصرية وأصيب بعض الجنود المكلفين بمراقبة الحدود المصرية بسبب قذيفة أطلقت بالخطأ من الجانب اللي ما يتسماش. أصيب بعض الجنود بشظايا القذيفة. الحمد لله الحمد لله مفيش أي وفيات، بس للأسف إحنا كلنا أموات، كلنا أموات، حاسين إن إحنا مش عايشين بسبب الحدث اللي حصل. الجانب اللي ما سماش اتأسف بناء على كلام المتحدث العسكري الإعلامي المصري. الجانب اللي ما سماش اتأسف، والجانب العسكري قبل الأسف. ربنا يرحمنا جميعا برحمته ويقوينا على اللي احنا فيه، ويجينا يا رب حاكم عربي أيا كان يفك الأساور اللي متكتفين كلنا بيها، اللي احنا كلنا شعوب العربية متكتفة مش قادرة تعمل حاجة بسبب حكامنا العرب. هفضل أقول بسبب حكامنا العرب اللي لحد الآن ما عندناش إلا 3 كلمات: نشجب، نستنكر، نرفض. لنا الله، بجد لنا الله. ربنا يقوي أهل فلسطين، إن شاء الله هيقويهم، وبإيديهم بإذن الله هيحرروا أرضهم. ويا رب يجعل شهداء أهل القدس إن شاء الله في الجنة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حباب عمرو الأهلاوي في كل مكان. للأسف الواحد لازم يطلع يحاول يتكلم في حاجة تانية تخرجه من مود الاكتئاب. والله اللي هيجرالنا حاجة، يعني ممكن نموت بالكبت اللي جوانا بسبب ان احنا مش قادرين نعمل حاجة الا غير ان احنا نتكلم ونفضفض بالكلام. نتكلم شوية في الكورة، والله الواحد له نفسه يتكلم في الكورة، بس يخرج شوية بره المود دوت عشان الواحد ما يجرالوش فعلا حاجة، لأن بسبب ربطنا وربط لساننا وربط ايدينا ومتكتفين هيجرالنا فعلا حاجة. نقول أول حاجة نبتدي بالخبر الأولاني اللي عندنا. بنبارك لمجلس إدارة نادي الزمالك ونقول له ألف مبروك بقيادة الأستاذ حسين لبيب، وإن شاء الله يبقى صفحة جديدة وعهد جديد للكورة المصرية إن شاء الله، وتتفتح صفحة جديدة بين الأهلي والزمالك، وإن مجلس الإدارة الجديد يرجع الزمالك لمكانته إن شاء الله، ويبقى منافس موجود قوي مع النادي الأهلي، لأن إحنا نشأنا وطلعنا وعرفنا إن الأهلي هو نفسه الزمالك والزمالك هو نفسه الأهلي، حتى لو المنافسة بعيدة بس هي ديت حلاوة كرة القدم المصرية. بغض النظر واحترامي على جميع الفرق المصرية اللي موجودة، بس الأهلي والزمالك هيفضلوا قيمة وقامة موجودة في الكرة المصرية. فيا رب إن شاء الله يبقى مجلس جديد موفق، ويبقى الاحترام المتبادل موجود بين الناديين، أتمنى ذلك. والأهلي بدأ بمد الإيد وبدأ بالبرقية، وبعد برقية وبعد تهنئة لمجلس إدارة نادي الزمالك على توليه المهمة الجديدة. فيا رب زي ما قلت لكم يكون صفحة جديدة بإذن الله.
عندنا شويه اخبار عن اللعيبه اللي جايه، وهنتكلم على النادي الاهلي واستعدادات المباراه يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله امام سيمبا التنزاني. بس قبل ما نتكلم على استعدادات الاهلي، هنتكلم عن شويه كده اخبار لعيبه الاهلي بيفكر فيه في الميركاتو الشتوي اللي جاي. طبعا الاهلي من اولوياته دلوقتي ان يشوف باك شمال مع علي معلول وخط الدفاع. طبعا احنا شفنا المباراه اللي فاتت محمد عبد المنعم مؤثر بنسبه يفوق ال 70% في خط الدفاع اللي ورا، برضه احترام من رامي ربيعه وياسر ابراهيم، بس محمد برضه عبد المنعم اللي تقل قوي جدا جنب اي حد بقى من الاثنين، اذا كان جنبه ياسر ابراهيم اذا كان جنبه رامي ربيعه، فمحمد عبد المنعم بيدي تقل لخط الدفاع. فالاهلي عنده الاولويه ان يجيب حد في الخط دوت في شهر يناير القادم. مين هم اللي بيتكلم عليهم؟ اللي بيتكلم عليهم اسامه جلال وبيكهام. طبعا اسامه جلال في الاهلي عرض من فتره على اسامه جلال، وتم العرض على نادي انبي وبعت عرض مبدئي بحوالي 30-40 مليون جنيه من فتره، ونادي بيراميدز ما ردش كالعاده على العرض. اسامه جلال موافق بنسبه 100% انه يروح النادي الاهلي، ودلوقتي عامل ضغط على نادي بيراميدز وما بيلعبش اللاعب ومش عايز يجدد لنادي بيراميدز وعايز يمشي في شهر يناير، وضاغط على نادي بيراميدز انه يمشي في شهر يناير. طيب الاهلي اولوياته اسامه جلال، عشان بس الاهلي عايز اسامه جلال رقم 1. لو اسامه جلال في حاله فشله في شهر يناير ان ما يجيش، هيرجع بيكهام، احمد رمضان بيكهام. فدول الاثنين اللي الاهلي بيتكلم عليهم في شهر يناير ان يقوي خط دفاع النادي الاهلي بيهم. رقم 1 اسامه جلال، ان يحاول يخلصه في شهر يناير. ولو اسامه جلال حصل تعارض من ناحيه نادي بيراميدز، هيبقى موجود احمد رمضان بيكهام، وهو المتاح بنسبه 100% موجود تحت امر النادي الاهلي ان يرجعه تاني، لان هو من ابناء النادي الاهلي. عندنا محمد حمدي زكي، وعندنا احمد فتوح بدايل لعلي معلول. احمد فتوح زي ما اتكلمنا بنسبه 99% مخلص. ايه ممكن يحصل جديد يا جماعه عشان بس متفقين؟ ممكن يحصل ده اي حاجه خارج الصندوق اللي احنا او خارج اتفاقه مع النادي الاهلي، لان زي ما قلت لكم ايا كان توقيعه للنادي الاهلي الحالي غير رسمي. موقع فتوح، انا بقول لكم موقع على مسؤوليتي الشخصيه، موقع ورق وعقود مع النادي الاهلي، بس ليس لها قيمه في الوقت الحالي. لو طلعت هتعمل مشكله للاعب بس الاكثر والاقل. ممكن قبل شهر يناير يحصل اي جديد مع نادي الزمالك، مع اداره نادي الزمالك الجديده، مع اني انا استبعدها بنسبه 99%. احمد فتوح رافض التجديد للزمالك، فاحمد فتوح موجود في النادي الاهلي. النادي الاهلي عايز كمان محمد حمدي زكي اللي في بيراميدز او اللي في انبي. في 2 عندنا محمد حمدي، واحد في انبي وواحد في بيراميدز. فالاهلي ماشي في الاتجاهين، اذا كان انبي في عند مع النادي الاهلي، واذا كان كمان بيراميدز في عند مع النادي الاهلي. فالاهلي ماشي في الاتجاهات يا جماعه دي كلها. يبقى احمد فتوح ومحمد حمدي زكي بيراميدز، ومحمد حمدي انبي الناشئ بتاع انبي، لعيب هايل جدا جدا جدا، بس اولوياته احمد فتوح ومحمد حمدي لاعب بيراميدز. دول اولويات النادي الاهلي. ومحمد حمدي الثالث لاعب انبي، اللاعب الناشئ اللي هو ظهر بصوره كويسه من الموسم اللي فات مش الموسم ده، وكان الاهلي عايزه من الموسم اللي فات برضه لولا تعنت اداره نادي انبي مع النادي الاهلي. ده بالنسبه لبدل معلول يا جماعه بكبيره السنه الجايه، السنه دي مع النادي الاهلي. انا اسف، النادي مع اللعيب ده مع النادي الاهلي. فمعلول ما اعتقدش هيكمل الموسم اللي بعد الجاي مع النادي الاهلي، ده يا اما هيطلع اعاره
لا اما هي هينهي مع النادي الاهلي ويعتزل داخل النادي الاهلي الموسم اللي بعد الحالي ده، الموسم القادم. هيطلع اعاره، لا اما هيخلص مع النادي الاهلي ويعتزل داخل النادي الاهلي. فالاهلي بيدور على البديل بتاع علي معلول في اقرب وقت ممكن، وكمان لو طلب الامر في شهر يناير. فشهر يناير طبعا احمد فتوح حتى لو وقع رسمي مش هيبقى موجود في شهر يناير، هيبقى موجود في الموسم المقبل الجديد. فعندنا محمد حمدي زكي لاعب بيراميدز او الاهلي ونادي بيراميدز وافق ان يبيعه للنادي، وعندنا محمد حمدي لاعب انبي لو في حاله برضه تم بيعه، فدول بيجري فيهم الاهلي في شهر يناير اللي جاي. نجم النادي الاهلي في تعنت كبير مع المدير الفني مستر كولر، دخل في مشاكل كبيره مع مستر كولر. نجم في النادي الاهلي كان اساسي الموسم الماضي، وكان مؤثر في الموسم الماضي برضه بحرفنته ولاعيبته، اعتقد من كلامه انتوا عرفتوه. في مشاكل بينه كبيره مش قليله بينه وبين مستر كولر. اللاعب ده وهو احمد عبد القادر. احمد عبد القادر بعد ما كان اساسي الموسم الماضي، فهو الموسم الحالي هو قاعد احتياطي وما بيلعبوش وما بيعتمدش عليه بنسبه كبيره دلوقتي نهائي. عنده بيعتمد على حسين الشحات وعلى رضا سليم وعلى بيرسي تاو الأجنحة وطاهر محمد طاهر. فأحمد عبد القادر خارج حسابات مستر كولر، اللي زي ما قلت لكم دخلوا في مشاكل الاثنين مع بعض، واللعيب ما بقاش فيه ارتاحية داخل النادي الأهلي. أحمد عبد القادر جاله عروض قطرية، منهم عرض الوكرة القطري اللي بيلعب فيه حمدي فتحي، جاله عرض فعلا واللاعب موافق ان يمشي زي ما قلت لكم ان في مشاكل، ومستر كولر ادى الضوء الاخضر لاداره النادي الاهلي ان هو ما عندوش اي مشكله خالص، لو جاله عرض رسمي وعرض كويس يمشي، ما فيش اي مشكله خالص. زي ما قلت لكم مستر كولر مخرجه خارج حساباته بسبب المشاكل اللي موجوده من اللعيبه وعدم التزام احمد عبد القادر والمشاكل الشخصيه اللي دخلت مع مستر كولر. استعدادات النادي الاهلي لمباراه طبعا اللي جايه يوم الثلاث باذن الله. طبعا احنا شفنا كمان مباراه سان داونز امبارح. سان داونز ضمن بنسبه 99% التاهل للدور قبل النهائي من الدوري الافريقي بعد تغلبه على بترو اتلتيكو 2-0. طبعا احنا شفنا الشوط الاولاني كان ممتلكه بترو اتلتيكو كامله وضياع فرص كتيره جدا وضيع ضربه جزاء. الشوط الاولاني كان مستحوذ عليه كامله بترو اتلتيكو، ما كناش شايفين سان داونز. الشوط الثاني تحول تماما بترو اتلتيكو نزل بدنيا زي اللي حصل في مباراه الاهلي. الشوط الاولاني ضيع فرص ما تضيعش، وكان الشوط الاولاني ممتلكه. الشوط الثاني الاهلي وقع بدنيا وذهنيا وكل حاجه، نفس اللي حصل في بترو اتلتيكو. وصن داونز استغل ده الشوط الثاني وبدا يتحول صن داونز وقدر يخرج من المباراه 2-0 وضمن بنسبه كبيره، لان طبعا المباراه الجايه في جنوب افريقيا هيبقى صعب بترو اتلتيكو نرجع الا لو حصل جد جديد. مفيش مستحيل في الكوره، بس هنقول في الواقع على الورقه والقلم ان صن داونز خلاص هو المتاهل، منتظر الاهلي وسيمبا بنسبه كبيره برضو ان الاهلي هو المتاهل ان شاء الله مباراه الاهلي وسيمبا، وان الاهلي طبعا فنيا اعلى وبدنيا اعلى. مش هنتكلم عن الشوط الثاني لان ده استثنائي حصل من النادي الاهلي، ان الاهلي زي ما قلت لكم وقع بدنيا وتركيزيا وذهنيا. الاهلي ما كانش في حالته الشوط الثاني، وبالتالي سيمبا ظهر بشكل افضل، لان ده مش بسبب سيمبا ان حلو او لعبته كويسه، لا الاهلي فنيا اعلى وبدنيا اعلى، بس لولا ان الاهلي تركيزه وبدني وقع فبالتالي ظهر سيمبا بشكل افضل وقدر يظهر بالمنظر اللي شفناه في الشوط الثاني. لكن على الورق وان شاء الله مباراه يوم الثلاث
الاهلي سيفوز بيها باكتر من هدف باذن الله، وان شاء الله هيبقى مرتاح ويقابل سان داونز في دور قبل النهائي اللي جاي. القائمه كلها ان شاء الله كامله باستثناء موديست بنسبه 99% مش هيكون في المباراه بسبب اصابته بكورونا، وبكره يعمل تيست على كورونا يعني، وبس صعب ان يلحق المباراه. وكمان عندنا طبعا كريم نيدفيد وكريم فؤاد. رامي ربيعه عنده مشكله برده في القدم، برده كده هيعمل بكره برده اشاعه، بس بنسبه كبيره هيلحق المباراه، هيبقى موجود في القايمه. ومحمد عبد المنعم برده بنسبه 99% مستر كولر بيفضل راحته، لان برده لسه عنده الم في القدم، فمش عايز يجازف فيه بحيث الاصابه ما تتفاقمش، فبرده 99% مش هيكون موجود في القايمه. اما بقيه اللعيبه كلها جاهزه، كهربا وحسين الشحات وامام عاشور ومحمد مجدي قفشه جاهزين، وكل اللعيبه محمد هاني وعلي معلول، كل اللعيبه باستثناء الاسامي اللي انا قلتها جاهزه. المباراه ان شاء الله هتبقى يوم الثلاث. لحد الان كان في انباء ان في محاولات من النادي الاهلي ان ياخر المباراه من الساعه 5 للساعه 7 او 8، بس لحد الان لسه مفيش جديد في الموضوع ده. المباراه لحد دلوقتي هي الساعه 5 موعدها. الامن وافق على الساعه الكامله من الاستاد، والتذاكر لحد شغاله. 70,000 مشجع يحضروا المباراه باذن الله. ان شاء الله تبقى مباراه كبيره ومسانده الاهلي طلب العدد ده مسانده لاهالينا في فلسطين باذن الله. المباراه هتكون يوم الثلاث الساعه 5 مساء. لحد الآن مفيش أي تغيير في المباراة، والتذاكر موجودة على تذكرتي، موجودة لحد دلوقتي شغالة. ويا رب بإذن الله الفوز يبقى حليف النادي الأهلي. وأشوفكم في أخبار جديدة مع عمرو الأهلاوي.